أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم لنستكمل سويا رحلتنا الشيقة والممتعة، رحلة عيشيها صح، رحلة وعي. والسؤال دلوقتي اللي بيطرح نفسه: هل أنت فاكرة نفسك وأنت طفلة؟ هل فاكرة اللحظة اللي وقفتي فيها من غير ما حد يمسكك وما كانش عندك خطة ولا خبرة ولا دليل يضمن لك النجاح، لكن كان عندك حاجة واحدة كافية، وهي إيمان فطري إنك تقدري؟ وده جوهر جملة رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. مش معناها يعرف حدوده، لأ، معناها يعرف امتداده، مش يعرف سقفه. القيمة مش بتقاس باللي انت وصلتيله، القيمة بتقاس باللي انت قادرة تبدأيه. وانت مش متخلفة علشان تعيشي نسخة صغيرة منك، ولا تتقوقعي في زاوية آمنة، ولا تستني الموافقة علشان تتحركي. السؤال الحقيقي مش هل أقدر، ولكن السؤال ليه ما أقدرش. الناس اللي انبهرت بيهم ما اتولدوش جاهزين، اتولدوا عاديين جدا بس رفضوا يفضلوا عاديين. كان عندهم خوف، كان عندهم شك، كان عندهم أيام تقيلة على النفس، ولكن كان عندهم كمان قرار واحد غير كل حاجة: إنهم ما يتراجعوش. ولما نقول إن قدرك ملوش حدود، ده مش كلام تحفيزي، ده كلام واقعي. لأن اللي جواكي مش ظرف، اللي جواكي مش مؤقت، اللي جواكي مش ردة فعل الحاجة، اللي جواكي أصل ثابت. انت مزيج من حلمك اللي ما تمش، من خيباتك اللي ما كسرتكيش، من وجعك اللي علمك، ومن صلابتك اللي اتشكلت من غير ما حد يشوف. فاكرة الطفل اللي بيطلع الكنبة عمره ما قال طب لو وقعت، قال بس عايز أوصل، فيطلع ويقع ويقوم، من غير نظرية، من غير تحليل، من غير خوف من صورة الفشل. انت كنت كده، بس مع الوقت العالم وشوش في ودنك، قالك هدي، دي مش ليكي، دي خطوة كبيرة، دي للناس اللي ظروفها غيرك، دي للي عندهم دعم، دي للي الفرص بتحبهم. فابتديتي تصدقي، ابتديتي تصدقي إن في ناس مكتوب لها تعلى وناس مكتوب لها تتفرج، مع إن الحقيقة الوحيدة هي اللي كتبوا قصتهم بإيديهم هم اللي طلعوا الأبطال. الحدود اللي واقفة قدامك دلوقتي 90% منها ما اترسمش في الواقع، اترسمت بس في دماغك انتي، اترسمت من كلمة اتحفرت فيكي، اترسمت من تجربة كسرت حاجة صغيرة، اترسمت من حد زرع شك وهو بيضحك، اترسمت من فرصة كان نفسك فيها وما تسندتيش. اسمعيني، انت مش مجموع اللي اتقالك، ولا مجموع اللي اتكسر فيكي، ولا مجموع المرات اللي الدنيا ما نصفتكيش فيها. انت مجموع المرات اللي قمت فيها رغم كل ده. ورحمة الله على اللي عرف قدر نفسه. دي مش جملة تتقال، دي حالة تتعاش. اللي عرف قدر نفسه عارف إنه مش أقل من حد، عارف إنه مش محتاج إذن علشان يبدأ، عارف إنه مش مستني لحظة كاملة علشان يتحرك، ومش جاي الدنيا علشان يثبت إنه يستحق، هو واثق إنه يستحق من غير إثبات. ودلوقتي هسألك أنا بقى، لو الخوف اختفى 24 ساعة هتعملي إيه؟ لو كلام الناس اتكتم يوم واحد هتعيشي إزاي؟ لو شكك في نفسك سكت دقيقة هتسمعي صوت مين جواكي؟ هل هتسمعي صوتك الحقيقي اللي بيقولك أنا أكبر من ده؟
أنا أقوى من ده، أنا ليا مكان أوسع من ده، أنا لو بدأت هكمل. العمر ما بيتقاس بالسنين، العمر بيقاس باللحظة اللي قلت فيها كفاية خوف، دوري جه. العالم مش بيتغير بالكلام، العالم بيتغير بواحدة في لحظة صدق قررت إنها مش هتخاف من بدايتها تاني. قرارك مش محتاج يكون كامل، خطواتك مش محتاجة تكون كبيرة، بس محتاجة تكون صادقة. خطوة واحدة تعيدك لطفلة الكنبة اللي ما تعرفش غير كلمة فوق. وجايز دي تكون أهم جملة تسمعيها النهاردة. انت مش محتاجة تتخلصي من الخوف علشان تبدأي، انت محتاجة تبدأي علشان الخوف يعرف حجمه الحقيقي قدامك. الخلاصة، الطريق مش للي اتولد جاهز، الطريق للي قرر يكمل. قدرك أضخم من أي لحظة شك، قوتك أسبق من خوفك. ابدأي علشان البداية تليق بيكي. ودلوقتي اسمعيني في اللي جاي. قبل ما الدنيا تقولك تقدري أو لأ، اسمعي الجملة دي كويس. لو الحلم جه في بالك يبقى أنت تقدري تعمليه. ليه؟ علشان الأفكار مش بتيجي صدفة. الفكرة اللي بتزور عقلك دي مش أمنية عابرة، دي دعوة، دي الباب اللي بيتخبط عليه، دي إشارة إن في قدرة جواكي مستنية تتحرر. انت فاكرة إن الأحلام بتتوزع عشوائي؟ لأ طبعا، الأحلام ما بتروحش غير لصاحبها. يعني إيه؟ يعني لما تحلمي بحاجة ده دليل إنها بتاعت روحك، ده دليل إنها مكتوبة على مقاسك، ده دليل إنك قادرة. يمكن لسه مش جاهزة، يمكن لسه ما بدأتيش، يمكن لسه الخوف واقف عند الباب، بس إن الفكرة تجيلك أصلا ده اعتراف رسمي من الحياة إنك قدها. واوعي حد يقنعك إنك حلمتي أكتر من طاقتك. اللي بيحلم بأقل من طاقته ده اللي بيظلم نفسه. أما أنتي أحلامك بتيجي على قد عظمة روحك. خليني أقولها لك بوضوح، أنت ما اتخلقتيش علشان تجربي حظك في الدنيا، أنت اتخلقتي علشان تعيش استحقاقك. لما توصلي إنك تستوعبي قدرك الحقيقي، في اللحظة دي ربنا بيرحمك رحمة خاصة. رحمة مش معناها إن الدنيا تبقى سهلة، لأ، رحمة معناها إنك تبقي شايفة الدنيا صح. رحمة معناها إنك ما تضيعيش عمرك في مقارنة. رحمة معناها إنك ما تستنيش حد يثبتك. رحمة معناها إنك ما تعيشيش في قفص الشك. رحمة معناها إنك تفوقي على قيمة نفسك قبل ما العمر يفوقك. هنا بقى جنة الدنيا بتبدأ. جنة الدنيا مش معناها قصور ولا فلوس ولا شهرة. جنة الدنيا يعني سلام داخلي جواكي. جنة الدنيا يعني معرفة إنك في مكانك الصح. جنة الدنيا يعني ثقة إنك ماشية في سعي يليق بيكي. جنة الدنيا يعني فرحة إنك بتطلعي كل يوم نسخة أفضل وأعلى منك. في اللحظة دي عقلك بيشتغل لحسابك مش ضدك، ما بقاش بيخوفك، بقى بيخطط لك، ما بقاش يحجمك، بقى يخدمك. وتبتدي تستخدمي القدرات اللي ربنا اداها لك، قدرات يمكن انت نفسك ما كنتيش شايفاها. هتندهشي لما تلاقي انك تقدري تتعلمي أسرع مما تتخيلي، وتقدري تتحملي أكتر مما تتوقعي، وتقدري تقفي بعد الكسر أقوى من السقوط.
ولما ده يحصل هتبقي بجد عايشة معنى إنك مكرمة، مش بالكلام، بالفعل. لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان مكرم، ما كانش بيتكلم عن الشكل، كان بيتكلم عن الجوهر، عن القدرة، عن العقل، عن الروح اللي تقدر تعمر الأرض، مش تعيش عليها بس. انت مش جاية الدنيا علشان تتفرجي على اللي بيحصل، ولا علشان تكملي رقم، ولا علشان تستهلكي أيام وخلاص. انت جاية علشان تعملي أثر، حتى لو أثر صغير، حتى لو محدش سقفلك، حتى لو بدأتي متأخر، حتى لو انت الوحيدة اللي شايفاه. ولازم تفهمي حاجة مهمة، الكل يقدر، بس مش الكل بيصدق إنه يقدر. الفرق مش في القدرة، الفرق في الإيمان بالقدرة. أنت مش محتاجة تكوني نسخة من حد، ولا تتكلمي زي حد، ولا توصلي بنفس الطريقة. ربنا خلقك بإمضاء مختلف، بطاقة مختلفة، بس بنفس القوة لو استخدمتيها. الجميع قادرون باختلاف، علشان احنا عباد الله القادر. يعني ايه؟ يعني قوتك مش محدودة بنقط ضعفك، قوتك ممتدة من مصدر أعظم منك. انت بتتحركي بمعونة، مش بمجهودك بس، وبنور، مش بخطواتك لوحدها. ولما تعرفي ده من قلبك، ساعتها مفيش جبل هيبقى أعلى منك، ولا مسافة هتبقى أبعد من إنك تبدأيها، ولا باب هيتقفل قبل ما توصلي له، علشان انت ماشية باسم اللي قال للشيء كن فيكون. فوقي بقى، قدري نفسك، علشان اللي ما بيقدرش نفسه بيضيع هدية ربنا ليه. قدري نفسك، علشان اللي عرف قيمته مش بيستنى الإذن. قدري نفسك، علشان طريقك مش واضح ليكي بالكامل النهاردة، بس ده ما يمنعش إنه موجود. قدري نفسك، علشان في حاجة كبيرة مستنياكي، بس مش هتقرب غير لما تتقبلي إنك تستحقيها. وافتكريها دايما، لو الحلم جالك يبقى التنفيذ بتاعك، لو الطريق ندهلك يبقى المشي ليكي، لو الفكرة زارتك يبقى عندك القدرة تنفذيها. مش صدفة، مش خيال، ده استعداد. انت مش ضعيفة، يمكن لسه بس ما بدأتيش. ابدأي، علشان أول خطوة هي اللحظة اللي الحياة بتعترف فيها بيكي. في مشهدين معانا عايزك تتخيليهم كويس. المشهد الأول، راجل زمان واقف بيبص على الطيور وهي شايلة جسمها وسط الهوا، مفيش خيط ماسكها، مفيش أرض شايلاها، ومع ذلك بتطير. الفكرة جات له ببساطة، هو أنا أقل منها؟ هي بتطير وأنا لأ. الناس حواليه ضحكت، استغربت، استهزأت، قالوا له أنت بتحلم، أنت سرحان، أنت عايش في عالم تاني. لكن هو ما اقتنعش، ما أقنعش نفسه إنه أقل من أي مخلوق ربنا خلقه. وده الفرق. لما حد يقدر نفسه ما بيشوفش الأمور زي ما الكل شايفها، بيشوفها زي ما ممكن تبقى، مش زي ما هي. وهنا في اللحظة دي الإنسان ده اتولدت في دماغه فكرة الطيارة، الفكرة اللي كانت جنان، هلوسة، مستحيل، كلام فاضي، وبقت واقع يغير شكل الكون كله. المشهد التاني اللي عايزك تتخيليه،
راجل في عز الصحراء، الليل طويل، السكون قاتل، والسماء مفتوحة على آخرها. رفع عينه للقمر، النور اللي جاي من مكان ملوش سلم، وقال: ليه ما نروحش هناك؟ ليه بعيد؟ ليه مستحيل؟ الناس وقتها لو سمعت الكلام ده كانت هتقول الراجل ده بيهزي، ده الكلام جايله من الوحدة، ده جنان رسمي. لكن بعد سنين الجنان اتسمى إنجاز، والمستحيل اتسمى تاريخ، والهلوسة اتسمت علم. هنا بقى السؤال: إيه الفرق ما بين الإنسانين دول وبين ملايين غيرهم شافوا نفس الطيور ونفس القمر وما حركش فيهم حاجة؟ الإجابة كلمة واحدة: هم شافوا نفسهم كبار، ما حطوش لنفسهم سقف، ما سمحوش للناس ترسم لهم حدود، ما عاشوش عمرهم يقللوا من حجمهم. لأن الحقيقة إن أكتر عدو لطموح الإنسان مش الظروف ولا قلة الإمكانيات ولا كلام الناس. العدو الحقيقي هو لما يقتنع من جواه إنه صغير. تيجي هنا النقطة الأعظم: أنت مش بتستمد قوتك من الناس ولا من تجاربك ولا من ثقافتك ولا من دعم حد. أنت بتستمد قوتك من مصدر واحد فقط، من اللي خلق الكون، مش من اللي عايشين فيه. ولما ربنا علمنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كانش يقصد إنك تقوليها وإنت مكسورة، ولا تقوليها وإنت منهارة، ولا تقوليها وإنت مستنية حد يشيل الحمل عنك. الكلمة دي معناها، أو الجملة دي معناها: مفيش تحول حقيقي في حياتي غير بقوة ربنا، مفيش خطوة هقدر عليها غير بإذنه، مفيش باب هيتفتح غير بعونه. لكن الفرق جبار: إنك تقوليها قبل الفعل مش بعد الصدمة، تقوليها وانت بتقومي تتحركي مش وانت بتقعدي تستسلمي، تبقى جواكي ماشية في دمك بتنفسك، مش مجرد جملة بتتكرر في المقاسي. ولما المعنى ده يثبت جواكي بيحصل اللي الناس بتسميه ثقة، بس هو أعمق من ثقة، ده اتكال واعي وقوة مستمدة ويقين بيشيل أي خوف. وقتها بس تقدري تعملي أي حاجة، لأنك مش لوحدك في الطريق. لكن الواقع المؤلم إن أغلبنا عمره ما ادى نفسه قيمتها. يوم بعد يوم بنرمي كلمات تهدمنا بإيدينا: أنا ما أقدرش، ده مش ليا، ده كبير عليا. وبعدها نزعل ونقول بيحبطوني، بيكسروا مجاديفي. والمفاجأة ما كانش حد ماسك مجاديفك غيرك، وما كانش حد كسرها غير الكلمة اللي طلعت من بقك انتي. علشان اللي جوه هو اللي بيرسم اللي بره، واللي انت مصدقاه عن نفسك هو اللي الناس هتتعامل بيه معاكي، والحد اللي حطتيه لنفسك هو اللي الكون هيقف عنده احتراما لقناعتك. انت ما اتخلقتيش علشان تتماشي مع سقف حد، ولا تتقلصي عشان حد ما يتضايقش من ضوئك، ولا تتحجمي علشان الناس ارتاحت لصورتك الصغيرة. انت اتخلقتي علشان تتوسعي وتتسندي وتعملي أثر وتكبري وتكملي. أعمق مكان للقوة ما هوش في عضلة ولا في شهادة ولا في مال. أعمق مكان للقوة في نفس بتردد لا حول ولا قوة إلا بالله، مش بنبرة ضعف لكن بنبرة إدراك. إدراك إنك لما تتسندي للي خلق كل حاجة هونت عليكي أي حاجة. وافتكري دايما: الطريق
مش للي اتولد جاهز. الطريق للي قال أنا هكمل. قدرك أكبر من أي لحظة شك، قوتك أسبق من خوفك. ابدأي علشان البداية تليق بيكي. لما أقولك قدري نفسك، أنا مش بقولك كلمة حلوة تتعلق على الحيطة، أنا بقولك قانون من قوانين الكون. قدري نفسك يعني إيه؟ يعني أنت قد أي حاجة اتحطت قدامك. يعني مش بس هتعدي منها، لأ، ده هتطلعي منها بحاجة ودرس وقوة زيادة. ودي مش جملة تنمية بشرية لطيفة، ده مبدأ رباني أصيل. عارفة من أجمل وأرحم الآيات اللي بتطبطب على كتفك بدون ما تحسي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني بالبلدي ربنا عمره ما يدي حمل تقيل على اللي شايله. الغطا دايما على قد البرد، الامتحان دايما على قد اللي بيمتحن. المعنى المخفي العميق إن كل حاجة تقيلة في حياتك قبل ما تتكتب عليكي كان فيها ختم سماوي بيقول هي قدها. طب تعالي نسأل السؤال اللي كل الناس بتخاف تقوله بصوت عالي. الديون اللي عليا، الخنقة اللي في حياتي، العقبات اللي فاكرة إني مش هعرف أعديها، الناس اللي بتصعبها عليا، الإحساس إن الدنيا واقفة ضدي، كل ده أنا قده؟ والإجابة اللي ربنا رد بيها قبلك وقبل خوفك، أيوة، وإلا ما كانش اتحط عليكي من الأساس. بس إحنا بنقيسها غلط. اسمعيني هنا، واحد يقولك دخلي 1000 جنيه وعليا ديون 100,000 جنيه. طب ده رقم مرعب، مستحيل يتسد. أقعد أدعي وأعيط وأقول يا رب افرجها. بس النقطة اللي غايبة إن الأزمة ما بتجيش علشان تسحقك، بتيجي علشان توسعك. ربنا سمح إن 100,000 تتكتب عليكي، يبقى جواكي قدرة إنك تدبري 100,000 ويمكن مليون. بس لسه ما طلعتيش المهارة اللي جواكي، ما طلعتيش المهارة اللي جواكي للنور. انت فاكرة ان حل الديون ان 1000 جنيه يكتروا بالبركة؟ طبعا لا. الحل الحقيقي انك انت تجبري على مقاس الموقف. حياة ما بتديكيش ابتلاء اكبر منك، هي بتديك ابتلاء علشان تجبري له. وفي فرق كبير بين الاتنين. انت مش مطلوب منك تبقي نفس الشخص اللي دخل الأزمة، لازم تبقي شخص أكبر وهو اللي يخرج منها. بمعنى أوضح، ربنا لما سمح بالديون كان عارف إن جواكي أدوات تخلي دخلك 10 أضعاف، بس لسه ما استخدمتيهاش. مهارات نايمة ما تفعلتش، جرأة خطوة ما اتخدتش، فرصة كانت هتعدي من قدامك لو ما كنتيش مجبورة تتحركي. الأزمة ما جاتش تكسر ظهرك، جات تهزك هزة صحيان. لأن في نوع من القدرات ما بتصحاش غير تحت الضغط، وفي نوع من الإبداع ما بيطلعش غير لما الخيارات تضيق، وفي نوع من القوة ما بيتفجرش إلا لما تبقي مضطرة. ودي حقيقة نفسية عميقة. الإنسان مش بيغير حياته لأنه مستعد، بيغير حياته لما بيبقى مجبر. فاللي انت شايفاه جبل واقف في طريقك هو في الحقيقة سلم هيطلعك لفوق، بس انت لسه شايفاه حيطة. خديها قاعدة، طول ما الحاجة التقيلة اتحطت على كتفك يبقى كتفك صالح انه يشيلها.
وطول ما الباب اتقفل فجأة يبقى في باب غيره محتاج يتخبط عليه، وطول ما الرزق اتزنق من ناحية يبقى في ناحية تانية لسه ما اتفتحتش. وعلشان ده يحصل مش كفاية إنك تدعي، لازم تدعي وتتحركي، وتدعي وتدوري، وتدعي وتجربي، وتدعي وانت عارفة إن ربنا مش هيبعت الحل جاهز يوصل لحد الباب. الحل غالبا بيجي في شكل خطوة شجاعة انت بتخافي منها، فهماني؟ فانتبهي، أخطر حاجة تعمليها في حق نفسك إنك تصغريها في وقت ربنا بيكبرها، وتصدقي إنك محاصرة وإنت في الحقيقة بتتوسعي وبتكبري، وتقولي أنا مش قد ده، وربنا قايل من فوق 7 سماوات هي قده وأنا الشاهد. فالمطلوب منك مش تطمني إن الأمور سهلة، المطلوب منك تطمني إنك أنت قوية. مفيش وعد إن الطريق مفروش، لكن في وعد إنك مش هتتشالي منه. مفيش وعد إنه مش هيحصل عليكي ضغط، لكن في وعد إن الضغط ده مش أكتر من احتمال قلبك. لفة واحدة بس في تفكيرك هتغير كل حاجة. بدل ما تقولي ليه يا رب كل ده عليا، قولي أكيد يا رب شايف جوايا حاجة تستحمل كل ده. وساعتها الحمل نفسه بيتحول من جبل واقف على صدرك لعتبة هتعليكي. قدري نفسك مش علشان جملة حلوة، لكن علشان هي الحقيقة. الحقيقة اللي لو صدقتيها ولا دين ولا ظرف ولا عقبة ولا إنسان هيكسرك بعدها. انت كل يوم بتصحي بتاخدي نفس وبتختاري من غير ما تحسي هتعيشي النهاردة بإيه، بتردد إيه، وبصوت مين بتكلمي نفسك. لأن جواكي دايما في إذاعتين شغالين، واحدة سودة وواحدة نور. لو كل يوم بترددي أنا تعبانة، الدنيا ضدي، أنا مش هقدر، مفيش فايدة، كلها بتيجي عليا، يبقى أنت مش بس بتشتكي، لأ، أنت بتشيدي سجن في عقلك وبتقفلي بابه وبترمي المفتاح بنفسك. السلبية مش فكرة بتعدي، السلبية تردد بيتكرر، والتردد المتكرر بيتحول لإيمان، والإيمان بيتحول لسلوك، والسلوك بيتحول لحياة كاملة. وطالما راسك دايما لتحت وبصة للأرض، ما تستنيش تشوفي السما. ما ينفعش تمشي طول عمرك منكسرة وتستغربي إن الطريق ما وضحش وما بانش، لأن العين اللي مركزة على الطين عمرها ما هتشوف النجوم. ولما تفضلي تعيدي أفكار الإحباط وتعيدي مشاهد الفشل وتعيشي في دايرة ما ينفعش، انت كده مش محلك سر بس، انت كده بتحتفظي وبتتمسكي بنسخة واحدة من نفسك، النسخة اللي خايفة، اللي مستسلمة، النسخة اللي بتبص في الأرض علشان تخبي الدموع. وده أشد أنواع الخضوع، الخضوع للفكرة قبل الظروف. والهزيمة اللي بتحصل في العقل أقوى من أي هزيمة في الواقع. لكن تعالي أبشرك بحاجة عظيمة، أول ما ترددك يتغير الكون نفسه يصحى حواليكي. أول ما لسانك يقول أنا أقدر، ربنا معايا، في حل، أنا هحاول وأوصل. الفكرة هنا مش إنك بتضحكي على نفسك، الفكرة إنك بتشغلي نظام تاني جواكي، نظام اسمه البناء مش الهدم، السعي مش الركون، الجرأة مش الاختباء،
الأمل مش الانطفاء. وقتها عينك هتترفع من الأرض وتتعلق بالسما، مش بس سما الدنيا، سما نفسك، سما قلبك، سما اللي اتخلق علشان يبقى كبير بس اتكون في الزحمة ونسي نفسه. أصل اللي دايما باصص فوق ما بيعرفش يعيش صغير، اللي شايف النجوم ما بيفرقش معاه حصوات الأرض، اللي ماشي باتجاه النور ما بيركزش في ظله اللي وراه. ولما أفكارك تعلى حياتك تعلى معاها، تلقى تعلى معاها تلقائي، مش لأن الأحوال اتبدلت، لأن اللي بيشوفها اتبدل. وابقي افتكري دايما القلب اللي متجه لله ما بيخافش، لأن سنده مش أرض، سنده السماء. وأهم حاجة إن قدرة الله مش محدودة، فلو انت متجهه له يبقى إمكانياتك مش محدودة. هو القادر فقدرتك بتستمد منه، هو الغني فغناك بيستمد منه، هو القوي فقوتك بتتغذى وبتستمد منه سبحانه. أول ما تسيبي باب قلبك مفتوح له وأفكارك تمشي في طريقه، هتلاقي نفسك بتتعافي من غير ما تحسي، هتلاقي الخطوة بتتسهل والجرأة بتعلى والخوف بيقل والفرصة بتبان والنور بيتفتح والسقف اللي كان واطي بيختفي، لأنك ما بقتيش عايشة تحت، انت ما بقيتي متصلة بفوق. فأسألك سؤال، هي حياتك هتعلى بإيه؟ بكلمة أخاف ولا بكلمة أجرب؟ بإنك تبصي تحت ولا ترفعي راسك لفوق؟ انت اللي بتحددي الصوت اللي يعلى جواكي، صوت الأرض ولا صوت السما. اختاري صح، علشان في اختيار واحد بس هو اللي هيشيلك من مكانك. اختاري تردد يعمر مش تردد يهد، اختاري عين تبص لفوق مش عين شايفة الحفرة، اختاري قلب شايف الله مش شايف الدنيا. وساعتها هتكتشف الحقيقة، إنك ما كنتيش واقفة، انت كنت مستنية الإشارة، وهي دي إشارتك.